في دروب من الزمان وعلى أرض مدين، كان في نبي حكيم وعادل بعت ربنا لقوم ظالمين. نكمل حكايتنا مع سيدنا شعيب عليه السلام. ماما، هو سيدنا شعيب ده كان نبي لمين؟ لسه شوية كده وهنعرف كل حاجة. سيدنا شعيب عليه السلام ربنا بعت القوم اسمه قوم مدين، كانوا ناس تجار بس بيغشوا في البيع والميزان. يعني ايه بيغشوا؟ كانوا لما يجوا يبيعوا يوزنوا الحاجة غلط، ياخدوا أكتر ويعودوا الناس الأقل، وده ظلم كبير. يعني كانوا بياكلوا حقوق الناس؟ بالظبط كده يا حبيبتي. وكانوا كمان بيقطعوا الطريق ويخوفوا المسافرين، وسيدنا شعيب نصحهم بالحسنى وقال لهم يعبدوا ربنا ويمشوا بالعدل. طب وطاعوه يا ماما؟ لا، أغلبهم اتكبروا وقالوا له مش هنسمع لك، ولولا عشرتك يا شعيب كنا رجمناك. يعني كانوا عايزين ان هم يأذوه بمعنى أصح. وبعدين يا حبيبتي سيدنا شعيب قعد يحذرهم، قال لهم يا قومي بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، بس هم رفضوا وكملوا ظلمهم وغشهم، فربنا عاقبهم بعذاب رهيب. جت عليهم رجفة قوية زي زلزال ضخم، وكلهم ماتوا في لحظة وما بقاش منهم أي حد. ياه، معقولة يا ماما؟ يعني رجفة زلزال خلتهم يموتوا كلهم؟ أيوة، عشان نعرف يا حبيبتي إن الظلم والغش نهايته وحشة قوي، وربنا بيحب العدل والصدق. وبكده درسنا من قصة شعيب يا حبيبتي إن إحنا لازم نكون عادلين في كل حاجة ونخاف من ربنا في معاملاتنا، والصدق دايما بينجينا. أنا هبقى دايما صادقة وعادلة. وأنا فخورة بيكي يا ملاك الجميل. جينا لفقرة سؤالنا، وسؤالنا النهاردة: مين كان النبي اللي قومه كانوا بيغشوا في الميزان؟ اختيارات، هنقول مين؟ سيدنا شعيب ولا سيدنا إبراهيم ولا سيدنا يوسف؟ اللي يعرف يلا نجاوب في التعليقات ونقول اسمه في الحلقة الجاية. مع السلامة يا حلوين.